السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على طريقة جديدة وسهلة وبسيطة لعمل الفطيرة. سهلة من غير اي تكاليف خالص، ومن غير لحوم ومن غير فراخ. حاجة بسيطة خالص كده، سهلة وبسيطة على قلبنا قوي. ويلا اول حاجة نتكلم عليها هي المقادير اللي هنستخدمها. اول حاجة معانا 3 كوبايات من الدقيق، ومعانا كوباية لبن مش ساقعة، مش خارجة من التلاجة او سخنة، لا هي عادية من المطبخ. ومعانا 3 معالق من الزيت، ومعانا بيضة، ومعانا معلقة سكر، ورشة ملح صغيرة، وكيس خمير. دي كل المقادير اللي احنا هنحتاجها. ومعانا كوبايه ميه، بس طبعا مش هنحط كوبايه الميه كلها مره واحده، لا على حسب ما نشوف العجينه اللي قدامنا. واول حاجه هنعملها دلوقتي هنحط الدقيق في قلب البوله، وهنحط معاها معلقه السكر ورشه الملح، وهنحط كمان الكيس الخميرة، ودول كده هنقلبهم كويس. احنا هنا كده قلبنا كل المواد الجافة اللي مفيش فيها اي سائل خالص، لحد ما نبدأ نحس ان الخميرة والسكر والملح يدوبوا في بعض خالص. وطبعا يا جماعه اللي ما عندوش حليب مش بجبره ان هو يحط حليب، لا لو عندك لبن بودره طبعا هيبقى حلو برضو جميل. وهنا اول حاجه هنضيف طبعا البيضه، وهنضيف معاها كوبايه اللبن. وطبعا هنا احنا هنقلب، ولو احتاجنا ميه هنحط ميه، ما احتاجناش ميه خلاص مش محتاجينها، خلاص براحتكم اهو. احنا هنا يا جماعه ممكن ما نحتاجش طبعا كوبايه الميه، لان تقريبا كوبايه اللبن كفت معانا، والبيضه كمان فيها سوائل، يعني البيضه مش حاجه جافه، البيضه سايله، فهنا مش محتاجين، ممكن ما نحتاجش طبعا كوبايه الميه. وهنا احنا سايبين ال3 معالق زيت عشان هنلم بيهم العجينه في الاخر. هنعجنها ونرجع نوريها لكم بعد العجين. وكده احنا خلاص خلصناها خميره، عجين معانا اهو، اهي مش لينه معانا اهي، خلاص ما عادش بتلزق في ايدينا. وكده لو احنا هنسيبها براحتها هنسيبها، لو الفرن مكان حاجه سخنه هنحط فيها، بس طبعا يكون مقفول. ولو احنا مستعجلين عليها هنحط تحتها ميه سخنه وهنغطيها كويس، وهي كده هتخمر براحتها. احنا سيبناها تخمر كويس تحت الميه السخنه، ومغطينها كويس بكيسه بلاستيك، وفوقها كمان حته من بتاعه المطبخ تدفيها كويس قوي. وهنا بقى جبنا بوله تانية معانا عشان نعمل الحشو. اي حشو عندكم انتوا عايزين تعملوها اعملوها، اي حشو، اي انواع جبن عندكم، لو جبنه بس من القديمه، اي جبن عندكم عايزين تعملوها هتعملوها. هنا بس انا زودت هنا ده جبنه موزاريلا، وهنا زودت معاه كمان زيتون شرايح، وهنا قطعت طماطميه واحده بس، وحبايه من الفلفل، ورشه من الشبت والكزبره، وقرن من الفلفل الحار، ودي اختياري اللي مش عايزين تحطوه براحتكم. وهنا جبنه قديمه، وهنا خرطتين جبنه روم. ده كل اللي احنا محتاجينه في الحشو. طبعا انا مش بجبركم على اللي انا حاطاه، لا اللي انتوا عايزين تحطوه تحطوه، اللي انتوا مش عايزين تحطوه ما تحطوهمش، ده اختيار. اي حشو عندكم ممكن تبدلوا ده كله بلحمه او بفراخ، بس طبعا اللي مش في امكانياته ان هو يحط لحمه او فراخ، بامكانياته ان هو يعمل بالجبن بس. واصلا هنا العجينه لوحدها هتغنينا عن الحشوه، مش هتخلينا حتى نبص للحشو، بس احنا بنحط الحشوه كنوع من انواع ان هي تغير لنا طعم الفطيره الوحيده لما تكون ساده. ويلا بقى نبدا نجهز حاجتنا.
وهنا احنا طلعناها كده خمرت، هي طبعا ما خمرتش قوي عشان خاطر احنا في الشتاء الحاجه ما بتخمرش بسرعه، بس انا والله حطيت تحتها ميه سخنه عشان تخمر على قد ما اقدر. هنا بقى اهو كده اهوت. وهنا هنقسم العجينه نصين اهو اهو. هنا هنقسم العجينه ديت نصين بالظبط اهو، بس ما هي ما بتلزقش في ايدينا اهي اهو. هنقسمها كده معانا نصين بالظبط، دي كبيرة شوية. وهنفرد هنفرد بعد تاني بعد ما فردناها خالص كده اهو، كده فردناها خالص في قلب الصينية، ملت الصينية كلها اهو بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. وكده بقى هنبدأ نحط الحشو. واحنا هنا كده اهو بططناها كويس على الرخامة، وقمنا حاطينها فوق الحشوة. ولازم نقفل الحوافي كويس خالص اهو، نتأكد كويس اوي ان الحوافي لزقت في بعضها عشان خاطر ما تفتحش مننا. وكده خلاص احنا طلعناها من الفرن بعد بالظبط قعدت حوالي ساعة الا ربع بالظبط. طلعناها من الفرن وده شكلها النهائي. انا بس مش عارفه اقطع منها لانها لسه سخنه جامد قوي، بس هي جميله قوي اهو. ولو احنا عايزينها تبقى طريه ممكن نغطي عليها، هتطرى معانا بقى خالص براحتها، وريحتها جميله جدا 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 اهو. هي كده فاهم نسبه قرمشه شويه، وضمن رشه من البيض اللي احنا دهناه. لو احنا عايزينها تطرى ممكن نغطيها بحاجه، صهد البخار معانا مع الغطا هيرجع يطريها خالص تاني معانا. يا رب تعجبكم وبألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. وتستنوا معانا هنطلع واحده نوريها لكم اهو. كده هنطلع مع بعض واحده نشوفها مع بعض اهو. ده اهي منظرها اهيت، وهي هنا اهو. ده من تحت هشه جدا، والحشوه بتاعتها اهو. ده اهو دي منظر الحشوه بتاعتنا، جميله جدا يا جماعه والله العظيم. جربوها تعجبكم جدا جدا جدا. وحاجه دافيه كمان في الشتاء اللي احنا فيه ده، كل واحده فينا بتبقى حابه تعمل عشاء خفيف. ده عشاء خفيف، حاجه مش هتكلفكم حاجه موجوده عندنا في اي بيت. كل اللي احنا احتاجناه دقيق، خميره، كوبايه لبن، بيضه، كل ده باي حشوه احنا عايزينها
هنقدر نحطها اي حشوة احنا عايزين. ما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لنا اشتراك وتحطوا لنا لايك وتكتبوا لنا تعليق من عندكم، اي افكار جديدة عايزين نجربها مع بعض نجربها، اكتبوا لي بس في الكومنتات ونجربها مع بعض. مع السلامة.